امبارح مصر خسرت، بس اللي وجع كل المصريين ما كانش الخساره. احنا كنا متقدمين بهدفين قدام بطل العالم، ومصطفى شوبير وقف قدام ميسي وصدر ضربه جزاء. اللعيبه عملوا اللي عليهم ويمكن اكتر، وبعدين في كام دقيقه كل حاجه اتقلبت. هدف اتلغى، قرارات تحكيميه عليها علامات استفهام، استفزازات وتصرفات عنصريه من بعض الجماهير، وكابتن حسام حسن لما اشار للعنصريه هو اللي اخذ انذار. انا مش بتابع كوره ولا عارفه قوانينها، بس الموضوع امبارح ما كانش ماتش كوره. هو الموضوع ممكن يبان كرنج شويه، بس لما انت بتلعب باسم مصر، انت بتلعب باسم بلدي، بتلعب باسمي انا، فالموضوع هنا مش كوره، حاجه فينا احنا، حاجه جوانا مش هعرف اشرحها. ولما الحلم قرب فرحنا جدا، ولما كل ده اتقلب وجعنا وحسينا بالظلم. وقلت لنفسي هو حتى لما تعمل كل اللي عليك ممكن برضه ما توصلش. ايوه ممكن، ان مش كل حاجه في الحياه في ايدك. ممكن ظلم يقف قدامك، ممكن واسطه او عنصريه او ظروف اكبر منك، وممكن ناس كتير مقرره من البدايه انك ما تنجحش. بس اسمعني، اوعى تخليهم يقنعوك انك فشل. مصطفى شوبير سنين وهو بيسمع، انت هنا عشان ابوك، انت جايب الواسطه، انت ما تستحقش. ولكنه من زمان قال هثبت للناس مين مصطفى شوبير، وهخلي كل الناس تتكلم عني. ولقد كان امبارح العالم كله اتكلم عنه. خرج من البطوله، ايوه، بس هل ده معناه انه فشل؟ لا، لانه وقف قدام الشخص اللي العالم كله بيخاف منه واثبت انه قده. اعمل اللي عليك وحاول لاخر لحظه، ما تسيبش النتيجه هي اللي تحدد انت مسؤول عن سعيك وتعبك وموقفك، بس مش مسؤول عن النتيجه. ولو عملت اللي عليك وبرضه ما وصلتش، ازعل، لان احساس الخساره وحش، بس ما تهدش نفسك، لان النتيجه بتقول مين كسب بس ما بتقولش مين كان يستحق. ولما كابتن حسام حسن رفع علم فلسطين وما عملش زي حد، اختار السيفتي زون عشان يحافظ على منصبه، لان الاهم من النجاح انك ما تخسرش نفسك. مش مهم تخرج خسران، المهم ما تخرجش مكسور. هم دورهم يصنعوا جواك الوهم انك اقل، انت دورك تصدق نفسك مش اوهامهم. وفي الاخر الملاعب ممكن تفرحنا يوم، لكن المواقف هي اللي بتفضل وبتكتب مين كنا فعلا. مش كل الابطال بيرفعوا الكاس، في ابطال بيرفعوا الراس. إني أهل العزم إن تدعى العزائم، هذا سيفي